الفنان فضل شاكر عنده أغنية اسمها اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله. فيها بقى كوبليه بيقول ايه؟ اجرحني دلوقتي بلاش بعدين، ده الجرح بيبقى سهل في أوله. تحس بقى انها رسالة كده انك ما تطولش قوي لو الاشارات كلها بتقولك انك في علاقة مش رايحة في حتة. لو الطرف اللي معاك عمال يديك اشارات متلخبطة كده، شوية يبقى كلامه حلو وشوية كلامه جد جدا، شوية يبقى كلامه رايح في حتة منطقية وشوية تانيين تحس ان انت في سراب داخل في نفق مظلم ومش فاهم خالص السكة اللي احنا فيها دي هتروح بينا على فين. من حق اي حد انه يعلن عن رغبته في الشكل النهائي للعلاقه بشكل واضح وصريح. يعني في بنات كتيره جدا بالاخص بتتكسف جدا ان هي في اول علاقتها باي حد تقول بشكل واضح وصريح ان الغرض من العلاقه دي هي الجواز كده. ايوه انا بتاعه جواز، انا مش بتاعه ان انا افضل في علاقه كتير من غير مسمى. تحس ان ده احيانا كده شكل من اشكال الضعف او ان هي يعني متسربعه على كده. يمكن بصراحه دي من المعاني المغلوطه جدا اللي لازم نفككها مع بعض. من حق كل انسان انه يعلن بشكل واضح وصريح رغبته ان العلاقه دي هتروح بيه على فين او الشكل النهائي ليها هيكون عامل ازاي. الغلط بقى بصراحه ان احنا نفضل مطولين بشكل كبير جدا واحنا مش عارفين السكه دي اخرتها ايه. مفيش اي ملامح واضحه في اللي احنا فيه، بس ادينا مكملين. ليه؟ لان كل شويه بيجي لنا حاجه تطلعنا سابع سما وفجاه ننزل تاني سابع ارض. دي علاقات مش هتروح في اي حته، خصوصا لما الاشارات تكون كتير جدا ومتلاحقه كده ورا بعض بتقول لك ان مفيش نهايه للي انت فيه. يبقى تمشي بدري بدري، عشان زي ما قال فضل شاكر كده ان الجرح بيبقى سهل في اوله. لان في اغنيه تانية لتامر عاشور بيقول فيها ان الجرح بيبقى صعب جدا في اوله. الجرح اللي يقصده تامر عاشور هو الجرح اللي جاي بعد طول المده، بعد ما فضلنا كتير مع بعض والذكريات بينا كترت والتفاصيل بينا كترت والحاجات اللي عارفينها عن بعض بقت كتير جدا جدا. فبالتالي الجرح ساعتها هيبقى صعب جدا في اوله وهنقعد كتير قوي عقبال ما نخف منه. لكن فضل شاكر في الاغنيه قال انه هيبقى سهل جدا لو من الاول خلصنا ومشينا بدري. التطويل في اي حاجه بيصعب قوي مراحل التعافي منها، لكن انك تلحق اي حاجه في اولها ده بيخلينا نخف اسرع بكتير. زي كده لما بتروح لدكتور ويقول لك كويس قوي انك جيت بدري. فيا ريت نخلص اي حاجه مش شايفين لها ملامح كده نخلصها بدري. لو الكلام ده جالك دلوقتي كده في منطقه حسيت انها شغلاك اليومين دول، ممكن جدا تكتب رايك في الكومنتات. ولو حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني بيمر بحاجه شبه كده، ممكن جدا تعمل له منشن في الكومنتات.